السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بقى طبعا اليومين اللي فاتوا كلتوا رنجة وفسيخ وبصوا مش عايزة نفسكم، كل سنة وانتم طيبين. وتعالوا بقى نشوف هنتكلم النهارده في ايه. أول حاجة هنتكلم في كذا موضوع، الموضوع الأولاني هو موضوع حادثة سلمى، حياة أجمل مع سلمى. وزي ما قلت لكم والحمد لله فضل ونعمة من عندك يا رب، كل يوم بنكتشف حقيقة وكل يوم بنشوف حاجات جديدة، وكل يوم بنعرف ان احنا ما ظلمناهاش وان احنا كان عندنا حق في ان الحادثه كان، يعني احنا مش بنكذب ان كان في حادثه، بس ان الحادثه ما كانتش بال بالضجه او بالصعوبيه اللي ظهرت بيها سلمى او عرضتها علينا سلمى. لا الحادثه كانت اهدى من كده وابسط من كده. وانا كانت وجهه نظري انه ازاي بتعملوها، يعني ازاي بيبقى عندكم الحادث الكبير ده وبتطلعوا كده وبتتكلموا بالطريقه ديت. والحمد لله من اللايفات اللي بنشوفها ان الموضوع مجرد ما هو الا آه، فيلم بسيط لطيف ظريف كده، عشان نلم شويه دعم او نلم شويه فلوس نجدد بقى بيهم على العربيه حصل فيها حاجه فعايزين نصلحها، او نشتري عربيه جديده لا اكتر ولا اقل. فالحمد لله يعني ان الواحد يعني الحمد لله ما ظلمهاش، لان من اللي بنشوفه على اللايفات انتوا شايفين نقول لكم الحكم، يعني الموضوع لا مجرد ضحك على الدقون. مفيش حد كان عامل حادثه كبيره قوي كده زي ما هي كانت مصورانا الموضوع، ويطلع بالاريحيه ديت الحمد لله. القفص الصدري بتاع الاستاذ احمد بقى زي الفل وبيتكلم بطلاقه وبيهزر وبيضحك وبقى الراجل زي الفل يعني الحمد لله. نتمنى له الشفاء ونلم بقى يا جماعه، عايزين نجدد العربيه فجددوا لهم العربيه على السريع كده، او هاتوا لهم عربيه جديده عشان الست كانت عايزه تبيع ذهبها والراجل يا حرام زعلان ومش عايزه تبيع الذهب وكمان مش عايزه تصلح العربيه، وهي العربيه بالنسبه لها زي ولادها يا جماعه، زي بنتها بالظبط يعني. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فيا جماعه حاولوا تلموا كده الغله بسرعه بسرعه لطيف ظريف، وجيبوا لها عربيه جديده وتصلحوا لها القديم. عربيه جديده للاستاذ احمد والقديمه تفضل لبنوته ابله سلمى. حلو الفيلم بصراحه، بس كان ناقص شويه حبكه دراميه كده، يعني نطلع ايدينا متجبسه، كنت روحي جبسيها يا اختي. دلوقتي لسه هروحي تجبسيها بعد الهنا بسنه، يعني بعد ما لبسنا الذهبات تاني وبعد ما بنعمل كل حاجه. والاستاذ احمد يا حرام اللي كان عايز يتنقل في الاسعاف وما كناش عارفين ننقله ازاي، بقى طالع دلوقتي وبيتكلم وخارج كمان راح يكشف على دراعك. بصراحه عسل عسل، فيلم جميل لطيف ظريف. نقلب بقى على موضوع تاني، لان موضوع سلمى خد اكتر من حجمه بصراحه، وانا شايفه ان هو مجرد ما هو الا فيلم. وربنا يشفينا ويعافينا من مرض الناس وصرع الناس على الفلوس، وان هم يفولوا على نفسهم بالعربيه تقلب 3 4 مرات، يعني عشان خاطر مجرد ان هم يلموا شويه فلوس يعني. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ربنا يسترها معانا ويسترها مع الجميع، وما نشوفش حاجه وحشه لا فينا ولا في عيالنا ولا في ازواجنا ولا في اي حد عزيز وغالي علينا يا رب العالمين. يلا نقلب على موضوع تاني وهو جمهورية أحمد وأمل وموضوع أمل أسعد، ونشوف هم عايزين مننا إيه. تعالوا بقى نروح على جمهورية أحمد وأمل، والأستاذ أحمد بيطلب نداء بين للرئيس السيسي، والحقوني أنا بتعذب وانا بيطفى سجاير تحت بطاطي وانا بتعلق من عرقوب رجلي الصغير، والراجل متبهدل خالص يا حرام، وامل اسعد مبهدله جدا. بصوا يا جماعه انا شايفه في موضوع احمد وامل وجمهوريه احمد وامل وامل اسعد ده ان مفيش فيهم حد مظلوم. انا شايفه انه مجرد كيد حريم في بعضيها، وراجل ما عندوش اي مسؤوليه بصراحه. وست برضو يعني امل اسعد ما عندهاش اي مسؤوليه. حلو. ومجرد ان هما اتنين عارفين زي ما تجيبوا مثلا ايه اتنين طور وطور وقاعدين ينطحوا في بعض بقى، هو لا اكتر ولا اقل. وده بيطلب بلاغ للمعرفش النائب، وده معرفش عملوا له قضيه وهتسجنه. انتوا شويه عالم نصابه بصراحه. كلكم. بصوا، معظم المواضيع اللي على اليوتيوب اللي واخده ضجه جامده قوي زي امل اسعد وزي احمد وزي شيماء قاسم ومامتها ام احمد وزي معرفش البورسعيدي وزي مين وزي مين، عصابه عصابه عصابه. وفي ناس وراهم بتشجعهم على النصب ده. ناس بقى الله اعلم هي ايه هدفها بقى التخريب، هدفها اظهار الصوره الاسره صوره الاسره المصريه بشكل غير لائق وغير محترم للعالم، او اظهار ان الشعب المصري شعب جعان وبيجري ورا الفلوس وعنده استعداد يعمل اي حاجه عشان خاطر القرش، يعمل اي حاجه عشان خاطر الفلوس. انا شايفاها يعني مش شايفه غير كده. ليه بقى؟ لان لو جينا شفنا ان مثلا القنوات اللي مع الناس دي والقنوات اللي بتطلع تشتم والقنوات اللي بتطلع تركب ده على ده وتطلع تدافع عن ده وبكره تلاقيها ضد ده مع ده، هم عصابه مع بعض يعني. واحد زي اكرامي، واحد زي معرفش عاطف الذهبي، واحد معرفش زي مين،
عصابة، هتلاقيهم في كل القنوات، في كل الترندات اللي طالعة، إذا كانت من أول عيلة الصعيد اللي هي زينة المحارم والقرف ده، هتلاقي هم الناس دي اللي بتدافع دُولة، وهم الناس برضه اللي بتهاجم. يعني النهارده أنا بادافع عنك، النهارده واقف مع أمل أسعد المظلومة والحقوها والدنيا خراب يا دنيا خراب، تاني يوم ضد أمل أسعد ومع جمهورية أحمد وأمل وبيهاجموا في أمل أسعد. مجرد العصابة، عصابة ونصب. والله أعلم من الناس بقى الداعمين اللي بيدّوا لهم فلوس، هم داعمين، ده غسيل أموال، أنا شايفاه إن هو غسيل أموال لا أكتر ولا أقل. تمام؟ لإن النهارده أنت يا أكرمي كنت مع أمل وبتدافع عنها ضد جمهورية أحمد وأمل، تاني يوم يا بعدها بشوية خلاص المصلحة خلصت مع هنا، أدخل على أحمد بادافع مع أحمد، وأمل دي سِت لا مؤاخذة شمال وفي وحاجات كلّها يعني ما يصحّش إن إحنا نقول عليها. كل واحد بيظهر أسوأ ما فيه. حلو. أنت أب عشان تجيب لابنك حاجة والّا تعمل حاجة بتاخد اللقطة، هي أم عشان تجيب لابنها حاجة وتعمل حاجة بتاخد اللقطة، دار وما أعرفش ابن الكويت وكلّها حاجات يعني شبكة كده في بعضيها وما تفهمش هي إيه الموضوع، إيه الفكرة. آآ اللي الدار كان الأول بيدعم أحمد وكان حبيبه صاحبه، وبعدها قلب عليه وراح خطب طليقته، وبعديها طلع عليه وطلع على إخواته. ما أعرفش ابن الكويت كان حبيبه وصاحبه وكان معاه في الفرح وفي المقلب الكارثي اللي كان عامله، بعديها لأ قلب عليه وراح لأمل. أنتم عايزين إيه؟ يعني عايزين إيه بصراحة؟ أنتم عايزين مننا إيه؟ أنتم إيه؟ أنتم جايين ليه؟ إيه الهدف؟ إيه الفكرة؟ واحد وطليقته ما بينكم محاكم، ليه طالعين تنشروا غسيلكم الوسخ على الناس؟ ليه كل واحد طالع يقول ودلوقتي بتناشدوا الرئيس ومش الرئيس؟ والله العظيم الرئيس المفروض يجي يقفل قنواتكم دي كلكم وياخدكم يحطكم في المحبس ويخلص الناس من قرفكم. احنا خلاص بقينا يعني عندنا عادي ان اللي عنده مشكله يطلع يقولها على علن، كل واحد يشاكل مع مراته يطلع يقولها على علن، كل واحده جوزها طلقها وجوز عليها تطلع تتكلم على علن وفي الخصوصيات وفي الحاجات وفي الروايات والسب وده يقلع ده وده ينزل صور لده ومنتهى القرف والسفاله. لو جينا ندور انتوا كلكم عايزين تتحبسوا، كلكم بلا استثناء، القنوات اللي بتدعمكم والناس اللي بتدعمكم والناس اللي بتطلع تدافع عن دول او دول المفروض تتحبسوا معاكم. لان ايه ده؟ ايه القرف اللي احنا شايفينه؟ ما في 100,000 بيت وبيت ومقفول عليه مشاكل. في انزلوا محاكم الاسره هتلاقوا فيها بلاوي ومهازل، كل واحده تطلع تفرج الناس عليها وكل واحد يطلع يفرج الناس عليه. والرئيس، الرئيس فين وانت كنت بتعمل مقلب تضحك على الناس وتزعزع الامن وان مفيش امن في البلد وان عريس يتخطف يوم فرحه والمهزله وكله كذاب وكله لابس وش وكله بيمثل. حلو. امك مثلت معاك، ابوك مثل معاك، اخواتك مثلوا معاك، منتهى قله الادب، منتهى الكذب ومنتهى الفجور. تمام. كل واحد يطلع يحط الوش الغلبان يا حرام والدمعتين والحقوني وتعالوا تسجيلات بقينا ماشيين بنسجل لبعضينا. الواحد بقى بيخاف يكلم كلمه لحد بيسجل له. خليتونا مش عارفين يعني ايه ايه في ايه، ايه الجحود وايه الفجور ده، ايه يا حرام عليكم، يعني زهقتونا في عيشتنا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احنا بقى اللي بنناشد الريس ان بصراحه انزلوا بصوا على اليوتيوب شويه ونضفوا اليوتيوب، لان بقى عامل زي البلاعه وكل الصراصير طالعه بقى من البلاعه، يعني بصوا حاجات لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وفي ناس احنا عايزين بس الحكومه تبص للحوالات وللحاجات اللي بتيجي من بره ديت، ايه مصدرها وايه هدفها وليه. مفيش حاجه حد يقول لي اصل انا بحب فلان فبهديه، بتهديه بايه؟ حلو. اصل انا باعمل خير فيه، بتعمل خير في واحد مليونير؟ بتعمل خير في واحد راكب عربيه بكام مليون؟ بتعمل خير في مين؟ طب ما تعمل خير في اللي مش لاقي، في ان واحد عايز يعالج بنته، وفي واحد زي ابراهيم شيكا اللي كان بيطلع ده على التيك توك عشان علاجه وعشان السرطان، ويعني ربنا يرحمه يا رب. ما تعملوا، ما تدوروا على المستشفيات، دوروا على الناس اللي مرميه في المستشفيات مش لاقيه حق لقمه العيش وابعتوا لهم الخير. احنا احنا بعاد قوي يا خال، بعاد قوي، بعاد قوي عن موضوع الخير. ده مش خير، ده شر. انتوا عاملين زي اللي بتجيبوا حطب وتحطوه في النار. فلوسكم دي عامله زي حطب جهنم بالظبط. خلت الام تطلع على بنتها، وخلت البنت تطلع على امها، وخلت الزوج يطلع على مراته، وخلت الزوجه تطلع على زوجها، وخلت الاب ياكل عياله، وخلت الام تاكل عيالها. فلوسكم خراب، خراب علينا. ارحمونا، خليكم يعني لو كان حد من قطر، ما في ناس كتيره غلابه في قطر، ما تدوا لهم، ما تعاملوا الناس اللي بتشتغل عندكم كويس، ما تدوا لهم رواتب عاليه شويه. اذا كانت داعمه في السعوديه ولا في الامارات ولا في الكويت ولا في ناس في السعوديه كتير محتاجين. حلو. ما تعاملوا الكفيل، ما تعاملوا العامل اللي عندكم او الاجنبي اللي عندكم كويس، ما تدوا له راتب كويس. حلو. ما طلعوا خير في بلدكم. حلو. انتوا جايين تطلعوا الخير لناس اصلا ما تستاهلش الخير.
جايين تطلعوا الخيل لأم بتشتم عيالها بأقذر الألفاظ زي شيماء قاسم و... وأم أحمد دي. ليه واحدة أم فالح أو أم ناصر دي تدعمها وتجيب لها بيت وتدي لها ملايين، تطلع تقول لها أنا معايا مليون جنيه في الشنطة اهوت والفلوس، وتجيب لها رزم كده وتقول لها هجيب لك بلطجية هعمل. والبنت نفس القصه، ام ناصر ام فالح جابت لها بيت، طلعت تقول لامها انت فيكي وانت مش امي ربنا ياخدك، وتدعي على امها اصعب الالفاظ. حلو. احنا في زمن ايه؟ ايه ده؟ ايه الفلوس؟ ايه الدعم ده؟ لا ده غسيل اموال مش دعم. ده غسيل اموال مش دعم. وما هم اللي استاروا او هم يعني الناس اللي بيبعت لهم الدعم دولت عاملين زي العرايس الخشب. حلو. انتوا بترقصوهم، اطلع هبهب هرمي لك شويه فلوس واطلع هبهب زي الناس على التيك توك. هرمي لك اسد واطلع هبهب. هرمي لك اسد واطلع العب هدومك، هرمي لك حوض واطلع اشتم في ابوك، هرمي لك اسد واطلع العن سلسفيل امك. في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا مصريين؟ ما تهدوا شويه. بنشوف على التيك توك مهازل مهازل، واليوتيوب بقى اوسخ من التيك توك، لا مؤاخذه في اللفظ يعني يا جماعه. حلو. وبصوا كل معظم القنوات اللي بتاعت مشاكل وبتاعت حوارات وافلام والكلام اللي احنا فاهمينه ده عصابه. هتلاقيهم كلهم مع بعضهم، هتلاقي انجل لابوت وانجل معرفش ايه كده ومعرفش امها مين دي، وهتلاقي كل قنوات بقى ايه، اذا كان اكرامي، اذا كان معرفش فلان، اذا كان علان، اذا كان ترتان، هتلاقيهم كلهم مع بعض. كلهم مع بعض. اقعدوا كده واتفرجوا كده. يعني ايه الفكره في ان قناه مثلا تلاقيها مع ده ومع ده وعلى ده ومع ده وعلى ده، وكلهم مع بعض، يعني تلاقوهم عصابه كده. مش عارفه اشرح لكم ازاي، بس الموضوع عصابه. اللي بيهاجم هنا هو اللي بيدافع هنا ويرجع يدافع هنا ويهاجم هنا وكلهم مربوطين ببعض. انا كنت متخيله اول ما دخلت اليوتيوب ده ان القنوات كل واحد من بلد، فمحدش عارف بعض الا عن طريق النت يعني، او عن طريق ان انا بتفرج على فيديو فلانه او بتفرج على فيديو علانه وخلاص. لا اكتشفت ان الموضوع لا 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 لا، احنا بعاد قوي 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 يا خال، يعني لا 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 لا. ده عصابه يا حبايبي، ده كلهم عارفين بعضيهم وبيكلموا بعض على الخاص، ودي بتطلع على دي ودي بتتكلم مع دي، وانت النهارده هتطلع على فلانه. يعني اكرامي شويه طلع على سلمى واحمد ده، بعدها شويه كان بعدها شويه طلع على البورسعيد، بعدها شويه رجع صالح احمد ورجع صالح سلمى، بعديها كان مع هشام، بعديها وهشام اخويا وشقي، بعديها قلب على هشام وشتمه وطلع فيه العبر الفاسده، بعديها هشام كان ضد سلمى، بعديها رجع بقى مع سلمى، بعديها لا ده كان صاحب المحلاوي، لا المحلاوي بقى الوقت عدوه، لا روحوا بقى عند احمد وامل، كان الاول عليهم دلوقتي لا بقى معاهم وبقى ضد امل اسعد، لا ما اعرفش ايه، روح عند شيماء، هتلاقيهم كلهم عارفين بعض وكلهم بيطلعوا على بعض وكلهم متفقين مع بعض. انا النهارده هطلع عليك، اه ماشي تمام، هشتمك واقلعك والبسك واصور لك واعمل لك تمام، بكره انا هبقى صاحبك واطلع على اللي انا كنت معاهم واقلعهم برضو والبسهم واشتمهم. عصابه يا خال والله. عصابه. عصابة. احنا غلابة قوي، واحنا كنا مفكرين ان كل واحد بعيد عن التاني يعني. اتريهم يا حرام حبايب بياكلوا في طبق واحد وبيطلعوا يعني مش عايزه اقولها يعني. فالله المستعان. تعالوا بقى ايه نطلع على حاجة تانية، وهي موضوع آه، موضوع مين؟ ضني وأمونة. انا اليوتيوب يا ولا بقى مليان كتير قوي 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 قوي. ضني وماما أمونة بصراحة انا الست دي بحبها وبحسها انها ست بمليون راجل، وربنا يهدي لها ابنها وربنا يصلح حاله. بس عايزه اقول لك انت هتشوف كتير قوي بصراحة يا ضني، كتير بجد والله. انا مش مع ان امه قست عليه فهو بيرد لها الاسوأ، لا. لا الموضوع ملوش علاقه بالاسوأ، ممكن تكون هي حنت عليه كتير او كان ابنها الوحيد. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه، حاجه يعني انا عايشاها يعني. لما يكون عندك طفل واحد بتبقى عايز تجيب له حته من السما، وبتبقى حاسس ان هو كل حاجه في الدنيا لك، وبتبقاش عايز تزعله، وحتى لو عمل حاجه غلط بتسامحه وبتغفر له وبتعديله. يمكن لما بتبقى انت عايش اب وام او عليك مسؤوليه يعني معاكي او زوجك، بس انت عليكي المسؤوليه الاكبر، زوجك مسافر او منفصله او كده، بتبقي عايزه تشتغلي عشان تجيبي له وتعملي له، فبتبقي يعني ايه ما تدلوش شويه حنيه قوي، بس انت من جواكي يعني ما انتش ما تقدريش تقبلي عليه الهوى. تمام. وبيبقى شايف ان انت قاسيه عليه، بيبقى شايف ان انت مش حنينه عليه. حلو. برغم ان انت بتعملي له كل حاجه كويسه في الدنيا، برغم ان انت بتدي له كل ما تملكي، وفي الاخر بيطلع قاسي وجاحد ومش حاسس بالنعم، وبيطلع مفكر ان كل الناس حلوه وامه هي الوحيده الوحشه. فانا عايزه اقول لك من موقعي هذا يعني،
هتشوف كتير قوي في الدنيا. ربنا مش بيسيب، والدنيا دي انتوا دايما، واللي بتوريه النهارده لامك بكره هتشوف. ومحدش يقول لي جايز هي ورت امها كده فهي بتشوف ابنها، لا على فكره، لا. بتبقى هي عملت غلطه في حياتها، غلطه عاديه، او هي مثلا انت تحب بزياده قوي فتقبل ان هو كره بزياده قوي. آه، عايزه اقول لك ربنا يردك لصوابك. وعايزه اقول لك النهارده بكره، النهارده امك موجوده، بكره ممكن ما تبقاش موجوده. ف... فما تخليهاش تدعي عليك، ما تخليهاش تقول يا ريتني ما جبتك. إيه... انت بكره هتبقى اب، يعني انت دلوقتي ما شاء الله ربنا يخلي لك ابنك، بكره ابنك هيكبر، مش هيفضل طول عمره صغير، ومش هيفضل طول عمره انت مسيطر عليه، او بتقول له اسكت دلوقتي فبيسمع كلامك. بكره هيكبر، وبكره هيدعي عليك، وبكره هيعاملك وحش. وشوف انت بتعامله ازاي دلوقتي، وشوف انت بتديله الحب ازاي، وشوف انت عايز تعمل له كل الحلو اللي في الدنيا ازاي، وبكره هيعاملك بقى بوسخ معامله وبأسوأ معامله. فارجع ارجع يعني ارجع لدماغك، فكر. الدنيا مش دايما لحد، آه، كلنا يعني هيتقفل علينا باب، وكلنا هننزل في متر في متر، وهتشوف الدنيا قبل ما تشوف الآخرة. أنا بصراحة ما بحبش أتكلم في موضوع عقوق الأبناء ده، لأن يعني هنغير الموضوع، فسامحوني، بس أنا ده كان وجهة نظري في الحاجات اللي بتحصل على اليوتيوب الفترة ديت. بتمنى إن الحكومة تاخد بالها من موضوع الدعم ديت، وموضوع القنوات اللي مواضيع القنوات اللي طافحة علينا بكل ما هو قذر وسيء. اهدوا شوية. علمتوا عيالنا الجحود، علمتوا عيالنا الوحاشة، كرهتوا عيالنا في عيشتهم. آه، بصراحة الواحد بيشوف حاجات يعني أنا يعني ب... ب... يعني هقول ايه، يعني اللي احنا بنشوفه بيخلي الاطفال الصغيرين او اللي لسه مش فاهمين الحياه، لما يشوفوا الحاجات ديت ويشوفوا الفلوس دي ويشوفوا الناس دي بتتعامل كده، وبيجيلهم فلوس على السب والشتم وعايشين عيشه وراكبين عربيات على قله القيمه والسب والقذف وسب الاعراض والكلام ده. فبقى بالنسبه لهم احنا نعمل كده عشان الوصول هيبقى اسهل. فتقول لا، تقول لا في عيالنا، تقول لا في نفسكم، تقول لا عشان الدنيا فانيه ومحدش ضامن عمره، وكلنا هنموت وهنسيب كل حاجة، والفلوس فلوس الله، والبيوت بيوت الله، وما تشتروش الدنيا وتنسوا آخركم. ده اللي أقدر أقوله، وأقول لكم يلا مع السلامة عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتقابل في فيديو جديد. مع السلامة.